الفيديو ده هنتعلم الست في بايثون. ازاي ننشئ الست وايه مميزاتها وايه الفرق بينها وبين الليست والتابل، وهنشرح اهم البيلت ان ميثودز. طيب، الست اول خاصية فيها اللي هي unordered. طيب يعني ايه unordered؟ اللي هي غير مرتبة. الست ما بتحتفظش بالعناصر بتاعتها مكتوبة فين والاندكس بتاعها كام. يعني لما بتيجي تطبع، يعني مثلا لو انت كاتب مدخل واحد في اول اندكس، بتطبع لي في الاخر مثلا، ما بتحتفظش بالترتيب بتاعها. يعني مثلا لو كتبنا اس equal وعملنا كيرلي براكت، يبقى الست بتتكتب جوه كيرلي براكت زي الديكشنري. كتبنا جواها 10 و20 و30 و40، وجينا طبعناها. قلتلي برنت اس وعملنا رن. الترتيب اختلف خالص، ال40 اللي كانت في الآخر بقت في الأول، وال10 اللي كانت في الأول بقت تاني حاجة. الترتيب اختلف. تاني خاصية هي ايه؟ unique elements. يعني ايه unique elements؟ يعني لو انت دخلتي في الست رقمين مثلا متكررين، لو جيت طبعتها الرقم المتكرر ده هيتشال ويفضل لي رقم واحد بس. يعني لو عملنا نفس الست دي وزودت مثلا 40 و30 وطبعتها ورنيت، نفس الناتج اللي كان قبل كده. التكرار اتشال وطبع لي كل ايتم مرة واحدة بس. هي الخاصية اللي هي unique elements. لو احنا عندنا مثلا list وفيها وفيها عناصر كتير، 10 و20 و30 و10 و50 و50 كمان، وعايزين نشيل اللي متكرر فيها بسرعة، نقدر نحول الليست دي لست وبعد كده نطبعها، يبقى كده نشيل التكرار. ازاي بقى نحولها؟ مثلا ندي لها الفاريبل اي اسم يونيك، نحولها ازاي ست، ونكتب الليست بين الست. بعد كده نطبع اليونيك ونرن. شال المتكرر وطبع لي كل ايتم مرة واحدة بس. ماشي. تالت خاصية معانا اللي هو mutable. ان الست نفسها قبل ان هي تتغير نقدر نغير فيها بعد ما بننشئها. نقدر نضيف عليها او نحذف منها items. وده يكون، يبقى الست mutable. قلنا نقدر نضيف عليها عنصر. عشان نضيف عليها عنصر بنستخدم ميثود اسمها add. لو عندي مثلا اللي هي الاس curly bracket، نكتب فيها اي items، وعايزة اضيف عليها مثلا رقم 60. بعمل اسم الفاريبل بتاعي دوت add، واكتب الرقم اللي انا عايزة اضيفه. لو عملت برنت دلوقتي للاس ورنينا، ضاف لي فعلا ال60، وجابها لي في النص لان هي unordered. في اي مكان هو عايزه بيطبع لي فيه. طيب لو عايزه امسح اي ايتم، بستخدم دوت ريموف. اس دوت ريموف، وامسح ال60 تاني، واعمل برنت للاس، ال60 اتشالت تاني. لو انا مثلا جربت احذف تاني ال60 بعد ما حذفتها، هشوف هيحصل لي ايه. واعمل رن، جاب لي ايرور. يعني الريموف مش موجودة هيجيب لي ايرور، لو موجودة هيحذفها عادي. طب عشان نحل المشكلة دي، لو انا عايزة مثلا انا مش عارفة هو موجود ولا لا، هستخدم discard. اس دوت discard
واكتب له 60 اللي هي اصلا مش موجودة، واعمل برنت للاس ورن. جابها لي عادي. هي لو موجودة هيحذفها، لو مش موجودة هيطبع عادي مفيش مشكلة. لكن لما استخدمنا الريموف، لو موجودة هيحذفها، لو مش موجودة هيجيب لي ايرور. طيب احنا قلنا ان الست ميوتابل عادي، ان احنا ممكن نقدر نضيف عليها عنصر او نغير فيه او نمسحه. رابع خاصية معانا ان هو الايتمز اللي جواه لازم تكون immutable، ما نقدرش نغير فيه. يبقى الايتمز اللي جواه تكون يا اما numbers ارقام، او string، او table. ما ينفعش الايتمز ولا تكون list ولا dictionary. لو عندي ست فاضية اعملها ازاي؟ اعمل اسم الست equal set، وافتح راوند براكت فاضي، وهضيف عليه مثلا number s dot add number 10، وبعد كده هضيف عليه string dot add hello مثلا. بعد كده هضيف عليه التابل is dot add. التابل ده اللي بيبقى كتب جوه راوند براكت 1 و2 مثلا. ماشي. نبرنت على كده، برنت اس. ده اللي احنا قلنا ينفع يبقى في العناصر بتاعتنا، ونعمل run. طبعا جدا خالص، ضاف لي الاول في العشرة، وبعدين ضاف لي التابل، وبعد كده ضاف لي الهيلو. احنا ليه بدلهم؟ احنا مع اننا مدخلين النمبر وبعدين السترنج وبعدين التابل، عشان احنا قلنا ان هو unordered. طيب. طب لو حبينا نضيف ليست مثلا، بنغير البراكت ده ونخليه سكوير براكت، ونطبع الاس، نعمل برنت. طيب ايرور. طيب لو وقفت دوت. طب لو حبيت اضيف ديكشنري، اس دوت اد كل براكت 10 و20 مثلا، حاولت اطبعها برضو قال لي ان الديكشنري ما ينفعش. طيب ايرور. احنا دلوقتي عرفنا 4 خصائص للست، ايه هما؟ اول حاجه اللي هو ان اوردرد، لما بندخل له عناصر ونيجي نطبعها بيبدل الترتيب عادي جدا. تاني حاجه ان هو ايه؟ يبقى احنا اول حاجه ان اوردرد. تاني حاجه اللي هو يونيك اليمنتس، لو دخلنا له كذا اليمنت مع بعض هيمسح لي الاليمنت المكرره، وهيطبع لي بس الاليمنت اللي مره واحده بس. تمام. تالت حاجة ان الست ميتابل، ممكن نغير فيها، ممكن نضيف عنصر او نمسح عنصر. وعرفنا حاجة كمان ان احنا بنيجي نمسح عنصر ومتأكدين ان هو موجود نستخدم ريموف. طب لو مش متأكدين ان هو موجود، الأحسن نستخدم discard، لأن ريموف هتطلع لي ايرور، فديسكارد هتمسح لو موجود. لو مش موجود هيطبع لي عادي الست بتاعتنا، ومش هيديني ايرور. طيب رابع حاجة ان الايتمز بتاعتنا لازم تبقى immutable من النوع من نوع يا اما ارقام numbers، يا اما string، يا اما تابل. وما ينفعش تكون ولا list ولا dictionary. وقلنا ان التابل اللي بيبقى عارفينه ان هو بيتكتب جوه راوند براكت، الليست بيتكتب جوه سكوير براكت، والديكشنري بيتكتب جوه كيرلي براكت. احنا كده اتعرفنا على حبة ميثودز للست. نراجع عليهم تاني، ان احنا لو عندنا ست وعايزين نضيف لها عنصر بنستخدم ميثود اسمها add. ولو عايزين نمسح عنصر بنستخدم remove. وده لازم نبقى متأكدين ان الايتم دي موجودة. طب لو مش متأكدين ممكن نستخدم discard. عندنا نتعرف بقى على حاجة اسمها bob وclear.
البوب بيحذف لي اي عنصر عشوائي، لان احنا قلنا ان الست unordered، فهو مبيبقاش عارف إيه اخر عنصر ايه، فهو بيحذف لي العنصر، اي عنصر عشوائي. لو عندي ست فيها مثلا 10 و20 و50، وقلت له الست دي دوت بوب، وطبعت الست وعملت رن، حذف لي ايه؟ حذف لي ال10. طيب لو قلت له تاني ست دوت بوب وطبعت، حذف لي ال20 وساب لي ال50. تمام. الميثود اللي بعدها اللي هي كلير، طبعا دي بتحذف لي كل العناصر اللي في الست بتاعتي. يعني انا عندي الست كده، وقلت له ست دوت كلير، وطبعت الست print ست، ورنيت، جابالي ست فاضية. عندي مجموعة اوبريشنز بقى على الست دي. اول اوبريشن معانا اليونيون. اليونيون يعني الدمج. يبقى عندي تو سيتس مثلا، وعايزة ادمجهم مع بعض، عايزة اجمعهم مع بعض، بستخدم اليونيون. انا مثلا لو عندي ست اسمها ايه، وفيها 1 و2 و4، وعندي بي فيها 3 و5 و6 و7، وعايزة اعمل لهم دمج مع بعض، عايزة اجمعهم مع بعض، اقول له برنت اعمل لي الاي دوت يونيون البي، ادمج لي الاي مع البي، ورنيت. شوف بقى، عمل لي 1 2 3 4 5 6 7. طيب احنا التلاتة كانت عندنا متكررة، لما جه دمجهم لي مع بعض شال التكرار، اخد واحدة بس منهم. طب لو عايزة بقى اجيب العناصر المشتركة بينهم، يعني احنا عندنا التلاتة هنا والتلاتة هنا مشتركين مع بعض، هستخدم حاجة اسمها intersection. بنفس الطريقة بالظبط هقول له print ال A دوت intersection ال B، واطبع. طلع لي مين؟ طلع لي التلاتة. عندي اوبريشن تانية اسمها difference. احنا كنا بناخد في الماس ان احنا عندنا حاجة اسمها الفرق ما بين مجموعتين. يعني هات لي، لو المجموعة الأولى مثلا A والمجموعة التانية B، هات لي الموجود في ال A ومش موجود في ال B. كانت بتبقى عاملة كده. لو المجموعة الأولى A، العلامة بتاعتها بتبقى داش كده، المجموعة التانية B. يعني هات لي الموجود في ال A ومش موجود في ال B. يعني احنا هنا عندنا في المثال بتاعنا ايه اللي موجود في ال A ومش موجود في ال B؟ ال1 و2 و4. يعني المفروض ده الناتج بتاعنا. يعني لو قلت له print A dot difference البي، عملت له برنت، طلع لي 1 و2 و4. طيب احنا قلنا إن الست تبقى unordered، غير مرتبة، يعني احنا بنديله عناصر ولما يجي نطبعها بيجيبها لي عشوائية. طب لو انا عايزاها ordered مرتبة، بستخدم ميثود اسمها sorted. يعني لو عندي ست زي دي، اقول له print sorted A، ورن، طبع لي ايه؟ طبع لي 10 20 30 50. ولو لاحظنا ان الناتج هنا بقى ايه، بقى ليست مش ست، عشان الست بتبقى unordered لكن الليست بتبقى مرتبة. طيب دلوقتي هنحل مع بعض example. لو احنا عايزين مثلا ننشئ ست فيها 5 أرقام، هقول له ست equal curly bracket فيها 20 و10 و50 و60 و70.
عايزة اطبع اكبر رقم فيها، اعملها ازاي؟ هستخدم اكبر رقم، هستخدم الميثود اللي اسمها ماكس. هقول له برنت، اطبع لي، واكتب له رسالة اقول له ماكس نمبر، واقول له ماكس، واكتب له الست. طب لو عايزة احذف رقم فيهم، احذفه باستخدام ايه؟ يا اما ريموف يا اما ديسكارد. اقول له ست دوت ديسكارد الرقم اللي احنا عايزين نحذفه، 10 مثلا، وبرنت الست. ورن قال لي الماكس نمبر ايه؟ الماكس نمبر 70. طب لما حذفت ال10 حذفها لي فعلا واتشالت. طيب لو قلت له احذفها لي تاني، هيطبع لي تاني نفس الست، مش هيحصل لي اي ايرور. طب لو كنت استخدمت ريموف وهي اصلا مش موجوده لان كنت حذفها في الاول، طلع لي ايرور. تمام. است... لو عندي ست عباره عن string وعايزه اطبع الحروف بتاعتها من غير تكرار، يعني مثلا الست تبقى اسمها تكست واكتب فيها مثلا هيلو، ما اجي اطبع بقى الحروف من غير تكرار، variable جديد اسمه يونيك مثلا، واقول له ست، هحول التكست ده لست. يبقى انا هحول التكست ده لست عن طريق استخدام ست، وافتح راوند براكت واكتب جواه التكست، واقول له اطبع لي اليونيك. وعملت رن، جاب لي الحروف من غير تكرار ال. هنا المفروض ال دبل ال بقت ال واحدة. يبقى اتعرفنا على الست كلها، وعرفنا خصائصها والميثودز بتاعتها والاوبريشنز بتاعتها.